أسهل بيتزا ممكن تعمليها من غير ولا عجن ولا فرد، هتحضريها في 10 دقايق هتجهزيها، سهلة وبسيطة وسريعة، اقتصادية وكمان صحية جدا، طعمها حلو وكمان شكلها حلو جدا. مش هتفرق أبدا أبدا عن العجينة اللي انت عجناها، من غير ولا كمان دي ولا حتى عيش فينو بايت. هنعمل البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة، وبعد كده مش هتعملي إلا بيها. لما أكون مزنوقة وولادي عاوزين بيتزا بعملها في أسرع وأسهل وقت. يلا بينا نسمي الله ونصلي على حضرة النبي ونشوف مكوناتنا السهلة البسيطة ايه. انا عندي كده قطعة فراخ كانت بايتة عندي في التلاجة، وعندي كده حبة زيتون، عندي في التلاجة كمان ميكس من الجبن كده، وعندي الصلصة اللي احنا كنا مخزنينها مع بعض. طلعت حبة الصلصة كده وفكتهم الصراحة على البوتاجاز عشان انا كنت مستعجلة، يعني حطيت لهم شوية مية كده وحطيتهم على البوتاجاز. والفراخ اللي معايا قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، مفيش اسهل من كده. وحبة فلفل الوان اخضر على احمر كده، وعندي زيتون اخضر وميكس من الجبن. اول حاجة هشتغل بيها الصلصة اللي هنتبلها التتبيلة بتاعة البيتزا. هنحط كده معلقة شطة صغننة كده يا حبايبي، وكمان هنحط حبة صغيرين من الفلفل الاسود، وهنحط كمان نص معلقة من البابريكا، وهحط كمان يا حبايبي نص معلقة من الثوم البودرة، ونص معلقة من البصل البودرة، ونص معلقة من الملح. ولو حابة تستغني عن الخطوات دي وممكن تعمليها جاهزة أو فريش، يعني تحطي بصلاية وتحطي حبتين من الطماطم وتحطي كام فص ثوم وتسيبيهم على البوتاجاز يغلوا كويس، وبعد كده تحطي لهم معلقة من الملح وتضربيهم في الخلاط، وكده تكون صلصة البيتزا جاهزة معاك. بس دي أسرع بكتير والطعم هيكون هو هو، وكمان طعمها هيكون حلو جدا. بس كده جهزنا الصلصة بتاعة البيتزا، مفيش أسهل ولا أسرع من كده. طعمها مميز، متفرقوش أبدا عن اللي انت محضراه والبصل والطماطم. هنا بقى الحاجة الرئيسية والأساسية بتاعنا هو العيش المصري أو العيش المرحرح بتاع ست الحبايب. شايفين الجمال؟ ولادي عاوزين بيتزا، وانا دلوقتي كان الوقت متاخر وما ينفعش اعجن وافرد وهم اساسا مش هيستنوني. جبت كده العيش بتاعنا، العيش المرحرح اللي كنا خبزناه قبل كده مع ست الحبايب وعاملاه معاكم برضو في القناه، وهبدا انزل على طول عليه بالصلصه اللي احنا تبلناها مع بعض. بصوا كده يا حبايبي، هخلي الصلصه تغطي كده رغيف العيش كويس. رغيف العيش تحليف عليه ان هو العجينه بتاعت البيتزا، يعني اللي مش هياخد باله من العيش هيحس ان هو بيتزا بيتزا وعجناه ومفيش اي فرق خالص. بس الفرق اللي الصراحة هقوله لكم في اخر الفيديو، بس الصراحة هتعشقوا الطريقة دي. الفرق هقوله في اخر الفيديو، هو ده بس اللي هيفرق عن البيتزا او عن العيش. وبعد كده انزل كده برشة من الجبن. انا معايا ميكس جبن كده، موتزاريلا على رومي على جبنة شيدر كده، كيس كده الحمد بجيبه على طول وبحبه جدا في البيتزا. بصوا كده يا حبايبي ما شاء الله. وبعد كده انزل بالفلفل الالوان اللي معايا. هفضل كده يا حبايبي اوزع الفلفل حبه احمر وحبه اخضر لغايه لما اكمل كل البيتزاية اللي معايا بنفس الشكل. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. والله حرفيا البيتزا ما خدتش معايا 10 دقايق وكانت جاهزة، وكان طعمها حلو جدا. هتجربوا البيتزا بالطريقة دي مش هتبطلوها. احنا عملنا مع بعض اكبر بيتزاية طبعا، وكانت حلوة جدا بكل تفاصيلها بالمعجنات بتاعتها، وعملنا طبعا ميني بيتزا. بس البيتزا بالطريقة دي الصراحة بتنجز معايا، وطعمها مميز جدا وما بيختلفش ابدا عن البيتزا اللي احنا بنعملها بالعجين. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. جربت كذا نوع بيتزا وجربته قبل كده بالعيش الفينو، بس الصراحة الطريقة دي ممتازة. وهقولك الفرق بينه وبين العجين، وممكن كمان تستثني عن الفرق ده، وهيطلع معاكي بيتزا 180 درجة هي هي بنفس الشكل وبنفس النوع. بعد ما خلصت الفلفل كده هبدأ انزل بقطع الفراخ اللي معايا. هبدأ اوزع بس قطع الفراخ عشان تبقى موجودة كلها كده على حبات البيتزا. بصوا كده ما شاء الله، يعني كل قطعة بيتزا كده يكون عليها حبات من الفراخ. يعني فراخ مستوية، فراخ مسلوقة، لو حابة فراخ نية وتشوحيها، بس أنا حبيت أعملها بأسرع طريقة. وبعد كده محطين الفراخ هبدأ أنزل عليها برضو بشوية جبنة كده. بصوا الجمال، يعني مفيش أسهل ولا أسرع من كده. يعني في أقل من 10 دقايق هتحضريها والطعم ممتاز جدا. ولادي كانوا واقفين جنبي أنا وبعملها وكانوا فرحانين جدا. بس الصراحة للأمانة ما وريتهمش أنا وبحط العيش على البيتزا على الصلصة، يعني بحط الصلصة على العيش علشان ما يقولوش لا يا ماما ده عيش. هم كلوها وكانوا فرحانين جدا هم بياكلوها، وكل ما يقولوا لي اعملي لنا بيتزا يا ماما بعملها لهم بالشكل ده.
بعد ما حطينا ميكس الجبن كده حوالي زي ما انتم شايفين، هبدأ انزل بالزيتون الموجود معايا. انا عندي زيتون اخضر كده حطيته على الوش، وفي الوقت ده كنت مسخنه الفرن على درجة حرارة 200 على النار فوق، بس طبعا عشان مش عاوزاها تحمر ولا اي حاجة، العيش معايا مستوي زي الفل. هتاخد بالظبط في الفرن 5 دقايق بس الجبنة تسيح وتطلع بالشكل القمر ده. شايفين الجمال؟ بيتزا ولا مش بيتزا، شكلها تحفة. مفيش اسهل ولا اسرع من كده، والريحة خطيرة. والله العظيم هتجربوها اتحداكم مش هتبطلوها، مفيش اسهل من كده. ممكن تعملوها في سحور رمضان، قبل السحور كده ب10 دقايق هتكون محضرة احلى بيتزا. ممكن كمان تعمليها بالعيش البلدي او بالعيش السوري، هيكون حلو جدا. يا رب البيتزا النهارده تكون عجبتكم والفكرة تكون عجبتكم، مفيش اسهل من كده. هنقطعها كده مع بعض. والله العظيم مش هتتخيلوا البيتزا طرية ازاي وحلوة ازاي وريحتها وطعمها جميل ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللون جميل والاطراف كانت تحفة بتاعت البيتزا، شكلها حلو جدا وكمان طعمها مميز. هتجربوا البيتزا بالطريقة دي، مفيش اسهل ولا اطعم ولا ألذ من كده. سهلة وسريعة. بصوا جمال، بصوا جمال. يا سيدي يا سيدي على الجمال. وهنا بقى التركة والفرق بينها وبين العيش بتاع البيتزا او العجينة بتاعت البيتزا، هي فرق واحد بس، وهو بس اللي فرق معايا والله العظيم. وكمان ممكن لو محدش خد باله، بس هو فرق صحي جدا. هي الردة او النخالة كده اللي بتبقى تحت العيش بس، لكن غير كده والله العظيم بيتزا بيتزا وطعمها بيتزا. بصوا بالشكل ده تحفة قمر، شكلها حلو جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم والفكرة تكون عجبتكم. ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع معنوياتي. ألف شكر يا أحلى متابعين، كل سنة وانتم طيبين. صلوا على حضرة النبي العدنان. سلام.